بسم الله الرحمن الرحيم. وصفة النهاردة لكل العشاق اللي بياكلوا الفطاير بالسبانخ واللي ما بيحبوش السبانخ هياكلوها بعد الوصفة دي. هقول على طول بسم الله في الوصفة. عندي معلقة سمنة على زيت وفيهم فصين مستكة. هنزل ببصلة مبشورة عليها رشة فلفل اسود، هسيبها بس كده تدبل، مش عايزاها تاخد لون. البصلة دبلت شوية، هنزل بنص معلقة ثوم مفروم واسيبهم برضو كده يتشوحوا لحد ما ريحتهم تتجانس مع بعض. عندي هنا نص كيلو سبانخ مقطعه كده شرايح كبيره، مش هتفرق صغيره او كبيره، ان هي كده كده متفكش دلوقتي. اقلبهم مع بعض، احط بس رشه فلفل اسود ورشه ملح. ده شكلها بعد مرور 10 دقايق. انا هطفي عليها النار ونجهز بقى للخلطه بتاعه التسقيه والخطوات بتاعتها. عندي هنا بعد الخلطه ما بردت هحط عليها علبه جبنه فته اي نوع، انا مستخدمه روتس، حلوه قوي وطعمها تحفه. عندي هنا معلقتين سمنة على معلقتين زيت سايحين، وهحط كمان حوالي كوباية زبادي وكمان نص كوباية لبن ورشة بيكنج باودر. ممكن تحطي كريمة لباني، ممكن تحطي قشطة، المتاح، بس هي الخلطة دي كده 10/10. وكمان هحط رشة فلفل اسود ورشة ملح بسيطة. دهنت الصينية اللي هشتغل بيها، ممكن تشتغلي بمربعة او مدورة عادي. وعندي لفة جلاش هاخد ورقتين هحطها كده بالطريقة دي، وما بين كل ورقتين هسقسقها بالتغطية اللي انا عاملاها بالصوص اللي انا عملته معاكم. انا هحط نص لفة الجلاش في القاع، وبعد كده هحط الحشوة واحط النص التاني فوق الحشوة. انا عملت كده النص، هبتدي احط الحشوة واوزعها. هحط رشة موزاريلا كده اختياري، وبعد كده ابتدي اغطي الطبقات عندي بنفس الطريقة. اخر ورقة هحطها بالطريقة دي وهعملها كده عشان تبقى عندي بالشكل المدور ده. هقطعها بقى بالشكل اللي انتوا حابينه. هبتدي بقى اغطيها باخر طبقة عندي، وشغله الفرن عندي من قبل كده. رشة سمسم كده اختيارية على الوش وادخلها الفرن تتحمر وتاخد لون، وبعد كده اطلعها لكم بقى بشكلها النهائي. شكلها النهائي بعد ما طلعت، عايزه اقول لكم طعمها وريحتها بجد تجنن، وكانها فطيره شرقيه بس بالجلاش. يا ريت تسيبوا لي كومنت رايكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزلكم وصفات تانية جديده.